اهلا بيكم في قناة كايرو جاردن، قناة الزراعة المنزلية. النهاردة زي ما قلت لكم في عنوان الفيديو هكلمكم على احسن واسهل 3 نباتات ممكن تشتريهم من معرض الزهور في حديقة الأورمان 2019. قناة كايرو جاردن بتعمل فيديوهات عن الزراعة في المنزل ورعاية النباتات. اشترك في القناة علشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. تعالوا معانا هقول لكم على احسن واسهل 3 نباتات ممكن تشتروهم من معرض الزهور في حديقة الأورمان. خليكم معانا. معرض الزهور السنة دي بالنسبة لي كان مخيب للأمال. كان العارضين أقل وكان مفيش تعدد زي ما أنا كنت متخيل. مفيش نباتات كتير مزروعة في بيتموس، فنقل النباتات بيبقى صعب والجذور ممكن تتقطع بسبب الطينة. فأنا اخترت لكم أسهل وأحسن 3 نباتات من وجهة نظري ممكن تشتروهم من معرض الزهور. أول واحد هو الجيرانيوم. الجيرانيوم هتلاقوه كتير قوي في المعرض موجود، بيتحمل العطش. في منه أشكال كتيرة جدا، في منه البينك، في منه الأبيض الفاتح، في منه صغير، في منه كبير. بيتحمل العطش، يعني ممكن تشتريه وتجيب له مية مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع. ما بيحتاجش عناية كتيرة، بس رائع. اشتروه، جميل جدا وممتاز. ندخل على النبات التاني للمنزل وللداخل في المنزل. احسن نبات ممكن تجيبه هو البوتس. البوتس مشهور قوي وموجود في كل البيوت. بتزرعه بتسيبه برضو الري قليل قوي، مرة واحدة في الاسبوع او مرتين في الاسبوع. وزي ما انتم شايفين فيه جذور كده، ممكن تقص منه وتحطه في مية ويطلع معاك بشكل رائع. برشحه دايما ان انت ممكن تشتريه، موجود بكثرة في معرض الزهور السنة دي. تالت نبات هو مش نبات، هو مجموعة من النباتات، وهي العصاريات أو الصبارات. العصاريات والصبارات موجودة كتير جدا في المعرض، في منها أشكال وأنواع كتيرة جدا، كلها هتعيش عندك. والمية بتاعتها ممكن مرة كل أسبوعين، وممكن تستخدم كذا نوع منهم في تشكيل شالية واحدة ويبقى فيها ألوان كتير. اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم. دول احسن 3 واسهل 3 نباتات ممكن تشتريها من معرض الزهور. دي كانت جولة سريعة. لو رحتوا معرض الزهور ما تنسوش تجيبوا النباتات دي. الفيديو اللي جاي برضه هيبقى عن معرض الزهور. لو عايز تتفرج عليه ما تنساش تشترك في القناة، وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. شكرا، واشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن. مع السلامة.